عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعنا بعد غيبة طويلة باش نعملوا حاجة خفيفة وبنينة ونحبوها برشا وصيافي، هي الكمونية بالكبدة متاع الدجاج. ناخدوا الكبدة باش نغسلوها بشوية ماء وخل بالكدا بالكدا، ونحو منها كل الخيوط البيضة اللي فيها، ونحط الماء يغلي ونحطوها في وسطها هكاك حكاية دريج باش كي نقصوها ما تتفتش وتتنح منها كل الكشاكش متاعها. لين باش نحط شوية زيت وبصل وشوية قراين فلفل أحمر باش نحطهم يتقليو على النار. لهنا شوفوا معناتها كي تغليها في الماء كيفاش تنحك الكشكوشة متاعها هذيكا، وكعبة الكبدة كي نطيبوها ما تتحلش في وسط الصلصة متاعنا، تولي مرملة نقولوا احنا. بين هنا قليناها بالكدا، البصل بدا يذبال، قصيتها لهنا وغسلتها ماك الماء ذاك بالكدا بالكدا. تويك تجيك الكعبة كاملة مش مفتفتة. نحط شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وخليها تتقلى. تنجم تعمل زيت زيتونة ولا زيت نباتي اللي عندك الموجود. شفت كي تبدا مسموطة في الماء شوية، ما تعملش تفش نقولوا احنا، تجيك الكعبة كاملة. لهنا بعد ما تقلت شوية باش نحط مغرفة كبيرة طماطم، مغرفة هريسة عربي وتابل وكروية وشوية فلفل زينة محرحة. نجم ثم شكون يحط الكركم، انا نحبها حمرا تجي، ما نحطش فيها الكركم باش ما تصفارش وتجي فيها باهت لونها. ونبدا نمرق فيها بالماء بالتشيشه بالتشيشه، ما نعبيهاش بالماء. هنا بعد ما قليتها بالفحات هذيك باش نزيد شويه ماء، هكا نتبعها تبعها بالماء باش ما تجيكش ميها وتقعد ما تجيكش بنينه. عندنا برشا على فيديوهات طبخ ان شاء الله، تو نرجعوا بشوي بشوي. لهنا قريب الطيب باش نرميلها كعيبة طماطم وشوية بصل وثوم، قرينات الفلفل مش توا. كي قريب الطيب معناتها وباش نتنتفي عليها نحط لها الفلفل والكمون. لهنا صار طابت الكمونية متاعنا، حطيت لها قرين الفلفل ومغرفة كمون فيها وطفيت، وقصينا عليه شوية بصل ومعدنوس. وان شاء الله عجبكم الفيديو، دبرت اليوم وجربوها بنينة بنينة وما تندموش. السلام عليكم.